لكن بطريقه عرضيه. ايوه، لان التقدم تاع المصمدان ما يسمحلوش باش يمشوا في العمق. ذكيه هذه الكره. غلام والهدف الاول والهدف الاول في غولي. ينتظر الكره في الوقت المناسب. فوزي غلام على الجهه اليسرى يمرر يوسع، وسفيان في غولي في المكان المناسب لاستلام هذه الكره وتسجيل الهدف الاول بعد مرور 10 دقائق. مهم جدا ان تكون البدايه بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه وبهذا الهدف الاول مسجل في وقت متميز بالنسبه للمنتخب الوطني. سبقنا باش نقولوا الفريق اللي يبدا بقوه ويمسك المباراه يفوز. والشيء اللي لاحظناه التوزيع الرائعه تاع غلام في الارض، غلطه الدفاع في دار الدفاع، وفي غولي وحده سجل هدف رائع. وبنينية جيمان كوكو ولصالح المنتخب الوطني. ذكية هذه الكرة. جبور ذكية والهدف الثاني عن طريق سفير تايدر. ممتازة هذه المتابعة، جيدة جدا لسفير تايدر يتمكن من إضافة الهدف الثاني اللي ضاعت في المرة الأولى على السوداني. وأيضا كلمة حق تقال أنه جبور مرر كرة بطريقة ذكية لسوداني ضيع في المرة الأولى، لكن تايدر سفير يختم هذه اللقطة بهدف ثاني مستحق وضروري للمنتخب الوطني. شوف اللقطة عبد الرحمن. جبور بالعقب انتظر كثيرا هنا سوداني، لكن المتابعة كانت موجودة من تايدر. هدف ممكن انه يرفع من معنوية المنتخب تايدر لما تشوفه دخل في منطقة السوداني. كرة خطيرة